يا كابتن عماد يا نحاسينيو، تعال اقول لك ازاي بكره تكمل جملك وتاخد 3 نقط من كهربا اسماعيليه ونتصدر الدوري، وارجوك ال3 نقط مش تجيب لي كهربا 3 فاز. يلا بينا يلا بينا. بص يا معالي الباشا، انت دلوقتي واخد دفعه حلوه، فالمفروض الدفعه الحلوه دي تخليك تعمل ايه؟ تروح تكسب الماتش ده. طب الماتش ده هيتكسب ازاي؟ بص يا باشا، خطوره فرق كهربا اسماعيليه من خلال متابعتي ليها الجنبين بتوعها دول. حلو الكلام. يعني انا معنى كده المفروض اقفل ايه؟ اقفل اطراف، فهلعب بوفا شوبير بكره عشان الشناوي خلاص يعني سوبر ستار عنده توقف دولي، تمام. فانا المفروض احافظ عليه عشان خاطر منتخب مصر. قلبين دفاع مكونين من ياسر ومن الولا اللي هينضم خلاص لمنتخب مصر الكابتن ياسين مرعي، احسن مدافع في الدوري المصري، بيخرج الكره من رجله، هو بيلعب برجله الشمال. حلو الكلام. الهاني محمد داني هاني الفش ناحيه اليمين عشان يقفل على مين؟ عشان يقفل على الولا اللي بيلعب هنا عليهم، تمام. ومحمد هنا انا متاكد هو جاب الفورمه بتاعته، هيروح عند حسام حسن ياخد له الجرعه، هيجي يلعب لك 3 4 ماتشات في التوب فورم بتاعته. حلو الكلام. طب مين ناحيه الشمال؟ كنت بقول ما يلعبش، لكن دلوقتي ما قداميش غيره بعد الماتش على اللي عمله مع فينا اخوان الفينا اللي ما عرفش يعمل فينا حاجه، فكوكا خلاص. بس انا هقول لك حاجه، توظيف كوكا يبقى ازاي؟ لما تنزل كوكا هنا نص الملعب وتطلع بالرمضان قدام وتلعب بديانج وكوكا هنا، تمام. ساعتها انا اديت افضليه لنفسي في نص الملعب وقفلت العمق، وانا بدافع يا باشا خلاص كوكا يروح هنا ويرجع بالرمضان هنا. يعني انت بتقول بكره بالرمضان، يا باشا، بس انا بكره هلاعب ديانج لان انا محتاج اهاجم من 5 ممرات كده، وديانج هو اللي يلم لي ورا الكلام ده كله عشان خاطر احافظ على مران عطيه، عشان عندنا في ماتش نهائي وصول كاس العالم. ونروح هنا بقى خط الهجوم. خط الهجوم بيقول كله عايز زيزو، كله عايز مين؟ الزوز. لكن انا بقول لك من دلوقتي السحس بحس هو اللي يلعب ناحيه اليمين. حلو الكلام. واللي حلو الكلام ناحيه الشمال يلعب احمد عبد القادر. طب مين يلعب يا باشا؟ الاثنين اللي قدام دول. الاثنين اللي قدام هيلعب الشرقي بن شرقي، واتفرج على الشرقي بن شرقي وهو عبد القادر في الحته دي، ولو ميلت عليهم كوكا كده وعملنا المثلث ده، انا عمال اتخيل ان في باك شمال بمعنى كلمه باك شمال بيلعب مع الاثنين دول. لا ده واحد يخرج هنا وواحد يلعب هنا. وخلي في علمك عبد القادر وبن شرقي بيباصوا غير تريزيجيه. تريزيجيه ممكن يكون بيحب يمسك الكره في رجله كتير ويروح، تمام، لكن دول هيباصوا. ولو ده عمل الاوفرلاب كده والاثنين دخلوا كده، واحد دخل فيهم شادو سترايكر والتاني فتح البوكت وراح رايح لكوكا وكوكا عمل عرضين، انت هتلاقي 1 2 3. طب ماشي، مين بقى المهاجم؟ هو مش شايف حد دلوقتي، هو بعد اصلا الجون اللي عمله لحسين الشحات راح واقف عمل كده، فاهم؟ فهو دلوقتي مش شايف حد. فانا بما انه مش شايف اي حد وهو جامد فعلا الماتش اللي فات وعمل اسيست عالمي، فانا ليه ما لعبوش في ماتش زي ده وخليه يحط جون ولا جونين واديله الثقه بنفسه؟ المخيف محمد شريف. يبقى انت كده يا باشا اما العب بشريف والعب ببن شرقي وعبد القادر فاتحين الاطراف، عبد القادر بيصنع فرص والشحات بيصنع فرص. فانا بالنسبه لي الاثنين دول لما يخش في عمق ال 18 بتاعه الفرقه المنافسه، لا هيضغطوهم وفعلا هيقدروا يجيبوا بدل الجون 2 و3. وانت يا باشا بتعمل ضغط عالي، فانا هقدم